طباخ الطور نطح وراقد في المستشفى غيبوبة أسبوعين. الزول ده صحة مجنون رسمه، ودته جاني الماحي الاستقبال سأله قال له اسمك منو؟ قال لهم الو سيدي، الكسرى تعلن سيطرتها على الصينية، وهنالك قوات مكثفة من رئيس الأركان البوش تشن هجوما على الكسرى. كما دعت الشط الطرفين للحوار من أجل الحفاظ على سلامة الصينية والصحون، والعيش يدعو جميع الأطراف بالقيام إلى الهدنة لمدة أسبوع واحد على الأقل. وأما العدس يقوم بإعلان تمرده التام على كل الصينية من كل النواحي، ويقوم باستخدام مدفعية حيرقان. آدم جوا. دكاترة برلمات جداد جابوهم تجاني المحي عشان يشيكوا على المرضى. دخلوا الطابق الأول فحصوا المجانين، لقوا واحد قاعد في الركن قاعد يكوري ويقول وحاط الله ويدا بنت الذين القاكي والقى أبوك يدقكم لما تقولوا الرو. قاموا سألوا الناس يا جماعة الحاصل شنو الزول اللي وصلوا للحالة دي شنو؟ قالوا لهم ده واحد كان بيحب واحد اسمها هويدا وعرسوا إلى واحد تاني، من اليوم هذيك كان دي حالته كده بس. فحصوا الطابق الثاني والثالث والرابع، وفي الخامس لقوا مجنون نفس القاي كوري كسي. لقوه مربط بجنزير في الركن كده ويحاول يتفكى وقاعد يقول ده كله منك انت يا هويدا يا عارض، ودينا ايماني اقوم افك الجنازير دي اجيك في بيت ابوك. الدكاتره قاموا سالوا الناس يا جماعه دي شنو مستشفياتكم دي كلها مجنناها هويدا ولا شنو؟ ده قصه شنو كمان؟ قالوا لهم ده اللي زوجته هويدا. آدم جوا.